يا مساء الخير على أجمل متابعين في الدنيا. وحشتوني كتير من القصة اللي فاتت. جايبة لكم النهاردة قصة جديدة بقلم الكاتبة المبدعة مي أحمد، وأسماء أبطال قصتنا طلب متابعين لينا في الكومنتات. ما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل القصص الجديدة اللي بنقدمها. ويلا بينا نشوف قصتنا النهاردة بتحكي عن إيه. في بيت بسيط في القاهرة كانت قاعدة بنت جميلة جدا، وهي بتتكلم مع مامتها وبتقول: انتي بتقولي ايه يا ماما؟ ازاي يعني عايزانا نروح نعيش في الصعيد؟ احنا مش هنقدر نتأقلم، وغير كده انا سمعت كلام كتير ان الحياة هناك صعبة. ما يهمش الكلام ده كله يا حبيبتي، احنا مجبورين ان احنا نمشي من هنا ونروح نعيش في القاهرة علشان البيت اللي احنا قاعدين فيه ده مش بتاعنا، ومن ساعة ما مات ابوكي وانا بصراحة مش قادرة ان ادفع الايجار، علشان كده هنروح نقعد عند خالتك في الصعيد. وانا قلت كلمتي وانتي لازم توافقي على كده. بصت لها اسماء بيأس وقالت: طب وانتي ناوية تسافري امتى علشان اعمل حسابي؟ بعد يومين كده. رتبي انتي امورك وانقلي ورق الجامعة بتاعتك للجامعة اللي في الصعيد، علشان احنا هنكمل حياتنا هناك ويمكن ما نرجعش هنا تاني اصلا. يعني ايه ما نرجعش هنا تاني؟ انتي عايزانا نكمل حياتنا في البلد المتخلفة دي؟ انا مستحيل اكمل حياتي هناك، وان كنت وافقت فانا وافقت غصب عني مش برضايا. خلصت كلامها وطارت وسابت امها تبص لاثرها، وقالت لنفسها: ربنا يهديكي يا بنتي ويصلح حالك. خلصت كلام مع نفسها وقامت تشوف اللي وراها. وبعد 4 أيام سافرت أسماء وأمها على بيت خالتها، اللي أول ما وصلوا رحبت بيهم ودخلتهم قعدوا مع بعض في الصالون. اتكلمت خالتها وهي بتقول: بصي يا خيتي، أنا عايزة أقولك على حاجة بخصوص البلد حدانا، لازم تعرفيها زي بما إنك هتعيشي وتكملي حياتك هنا. بصت أسماء لأمها ورفعت حاجب باستغراب، وردت عليها وهي بتقول: في إيه يا خالتي؟ قلقتينا. بصي يا حبيبتي، احنا عندنا في البلد حظر تجول، يعني من الساعة 5 كده ممنوع أي بنت تطلع من الدوار. واشمعنى البنات اللي انتم عاملين عليها حظر؟ وليه الحظر ده ما يشملش الكل؟ علشان في خط هنا بيخطف البنت اللي بتطلع في الليل، وكذا واحدة من بنات البلد طلعت وكان مصيرها وحش قوي. انتي واعية اللي بتقوليه ده يعني ايه يا خالتي؟ ده كلام فاضي وكلام ما يتصدقش. انا عمري ما سمعت بالخط ده غير في الافلام، لازم تصدقي. الحديث ده مش كلام فاضي. أنا في الأول ما كنتش مصدقة لحد ما حصل اللي بتجرن طلعت بالليل واستهترت بالموضوع كيف كده، واللي حصل بعد كده ما يضحكيش. علشان كده عايزاك ما تستهونيش بالحديث اللي بقوله وتتبعي الكلام علشان ما يحصل لكيش حاجة وحشة يا بت. بصت أم أسماء لأسماء وقالت: اسمعي كلام خالتك وبطلي العناد بتاعك ده علشان ما تجيبلناش مشاكل احنا في غنى عنها. لوت أسماء شفايفها بغيظ وقالت لنفسها: والله لا أعرف الموضوع ده وأشوف إذا كان فيه صحيح خط ولا ده كلام فاضي. وبمرور الوقت كانت خالتها فضت لهم أوضة هي ومامتها علشان يباتوا فيها. يلا يا خيتي خش ارتاح انتي وبنتك، والصبح نبقى ننزل أنا وانتي عشان نجيب طلبات البيت، وبالمرة أعرفك على الجيران حوالينا. خلصت كلامها وسابتهم وطلعت. وبعد وقت بعد ما اتأكدت إن أمها نامت قامت تتسحب على طراطيف صوابعها وطلعت من الدوار وهي حاطة شال على وشها. بدأت تمشي في الشوارع وهي حاسة بالقلق، بس هتعمل ايه في فضولها اللي كان دايما بيوديها للمصايب برجليها. وفي وقت ما هي بتمشي حست بإيد بتكمم بقها وبدأت تفقد الوعي. وبعد مدة بدأت تفتح عينيها وهي حاسة بصداع ودوخة رهيبة. وفجأة وقف قدامها وهو مغطي وشه بشال وهو بيقول: انت مين؟ وطلع في الوقت المتأخر ده ليه من الليل؟ أنا حسيت نفسي مخنوقة، قلت أطلع أشم شوية هوا، بس ما كانش فيه في نيتي أي حاجة تانية والله. وانت ما عارفاش التعليمات بتاعت البلد؟ يعني ممنوع اي بنت تطلع من الدوار بعد الساعة 5. لا والله ما اعرفش، انا جديدة في البلد هنا ما بقاليش 24 ساعة، عشان كده ما اعرفش اي حاجة بتحصل هنا. بصلها بصة طويلة وقال: حصل خير، انت لازم تتحاسبي المرة الجاية علشان لو قررت العملة دي تاني ما تلوميش غير حالك، لان ساعتها مش هسيبك غير وانت ميتة، فاهمة؟ افهم من كلامك ده ان انت مش هتأذيني وهتسيبني امشي؟ ايوه هسيبك تمشي، أنا ما بأذيش أي حد وخلاص. وبعدين أنا نبهت عليكي لو غلطت تاني وطلعت بالليل ما تلوميش غير نفسك. أسماء وقفت قدامه وقالت: شكرا لحضرتك، بس أنا ما أعرفش أرجع لوحدي، علشان كده لو ما فيهاش يعني تقالة مني ممكن تروحني على بيتنا عشان أنا ما أعرفش الطريق. من غير ما تقولي أني كنت هروحك عشان ما أمنش عليك تمشي لحالك في الوقت المتأخر ده، وخصوصا إن في الوقت ده مقاطيع الجبل بينتشروا في المكان. علشان كده حضرتك عامل الحظر ده علشان خايف على البنات، صح؟ بصلها خط وقال وهو بيتجاهل سؤالها: يلا بينا علشان اروحك قبل ما اهل البلد يصحوا علشان هما بيصحوا بدري. يلا همي معايا.
وبعد وقت كانت أسماء راكبة قدام الخط وشعرها البني بيرفرف على وشه. وبعد مدة وصل بيها قدام البيت ونزلها وهو بيقول آخر مرة أشوفك طالعة في الوقت المتأخر دي. خلص كلامه وسابها ومشي، وهي واقفة بتبص على أثره بإعجاب. وفي حتة تانية في قصر كبير دخل الأوضة وخلع الشال من على وشه، وظهرت ملامحه الرجولية وعينيه البنية وشعره الكثيف. فجأة دخل عليه راجل كبير في السن وهو بيقول وبعدها لك انت هتفضل تعمل حركاتك دي ومش هتهمد غير لما تتكشف والبلد كلها هتعرف انت مين ومين هو الخط. ما يعرفوا أني ما بخافش من حد، وبعدين أني ما أذيتش حد، بالعكس أني بحميهم، مش مخلي حد يهوب ناحية البلد. علشان كده أني مش محتاج نصيحتك، وفرها لنفسك. بص له أبوه بخنقة وخبط إيديه ببعضهم وقال لا حول ولا قوة إلا بالله. انت هتفضل تعاند كده لحد ما تودي نفسك في داهية. خلاص بقى يا ابوي اقفل على السيرة دي، انت خابر زين اني ما احبش افتح الموضوع دي. علشان كده اقفل وما تفتحوش تاني واصل. انت حر، اني نصحتك وعملت اللي علي، بس خليك فاكر اني عملت اللي علي، وانت لو اتكشفت اني هعمل نفسي ما اعرفكش. رد عليه عماد بتحدي وقال واني قلت لك اسلت يدك من الموضوع دي واعمل نفسك ما تعرفنيش ولا تعرف عن الخط حاجة زي باقي الخلق. يلا اطلع من اوضتي وسيبنا نام علشان انا تعبان. بص له ابوه بصدمه وقال بقى كده يا عماد بتطردني من اوضتك يا ولدي؟ ماشي، اني هعرف احاسبك على عمايلك اللي بتعملها دي. خلص كلامه وسابه وطلع من اوضته. وقف عماد يبص لاثر ابوه وراح قلع بيته وقعد ببنطلون رياضي وبدأ يشرب سجاير بتاعته، وهو بيفتكر ملامح البنت اللي كانت معاه من شوية قد ايه هي كانت جميلة ورقيقة جدا. وفجأة اتنفض من مكانه وهو بيقول لنفسه انت بتفكر في ايه؟ اوعى مظهرها البريء ده يخدعك، البنات كلها واحد مليانين خداع وغش. عشان كده انت لازم تفوق لنفسك وما يغركش اللي بتشوفه عينيك. لازم ما تخليش المظاهر تخدعك عشان ما توقعش نفسك في الخطيئة اللي وقعت فيها زمان. اتنهد بألم وراح نام على السرير، او بالاصح بيهرب بالنوم من افكاره اللي دايما بتطرده. وتاني يوم الصبح صحيت اسماء ودخلت المطبخ عشان تحضر الفطار، وفجأة شيقت بخضة لما حست بإيد بتمشي على جسمها من ورا. ولما لفت لقيته ابن خالتها خالد وباين على ملامحه الخبز. أسماء بصدمة إيه انت بتعمل ايه هنا؟ وازاي تسمح لنفسك انك تلمسني بالطريقة القذرة دي؟ خالد بلطف مزيف أنا ما كانش قصدي، بس أنا كنت عايزك تلافيني كوباية مي، عشان كده حطيت يدي على كتفك من غير مقصد. أنا آسف سامحيني. هديت ملامح أسماء وقالت حصل خير، أنا خلاص مش زعلانة، وانا برضو اسفه علشان اتعصبت عليك، بس انا استغربت لما حسيت بيك ورايا وانت ما كنتش موجود امبارح. ازاي دلوقتي قدامي؟ انا مش فاهمه. ابتسم لها خالد وقال اني فعلا ما كنتش موجود، كنت في الشغل بره البلد وجيت من شويه، فلما شفتك في المطبخ اني برضو استغربت، بس افتكرت ان امي قالت لي ان انتم جايين تسكنوا معانا. وفي الوقت ده دخلت عليها خالتها وهي بتقول انت جيت ميتة يا ننعاني، وليه ما قلتليش؟ كنت بعتلك احمد جارنا يستقبلك في المحطة، حبيت اعملها لك مفاجأة ياما، بس الظاهر انني اللي اتفاجئت لما لقيت اسماء وخالتي جوه. ايوه فعلا هما جم من امبارح، وانت لما اتصلت بيا نسيت اقول لك ان هما وصلوا. صحيح قولي انت ناوي تقعد قد ايه في الاجازة دي؟ اني قررت ان اقعد على طول في البلد واشتغل هني، اصلي بصراحة تعبت من الغربة ونفسي استقر. خلص كلامه وهو بيبص على اسماء. اتكسفت أسماء من نظرته الوقحة واستأذنت من خالتها وسابتهم وخرجت من المطبخ. وطلعت لقيت أمها قاعدة في الصالون، راحت قعدت جنبها وقالت بصي يا ماما، بصراحة أنا لازم أدور على شغلانة تساعدني في مصاريف الجامعة، وغير كده لازم برضو أدور على بيت تاني عشان ننقل فيه. ليه يا حبيبتي؟ ما احنا قاعدين مع خالتك ومرتاحين، لازمتها ايه الشحططة دي؟ لازمتها ان احنا ما ينفعش نقعد مع شاب غريب تحت سقف واحد، وبعدين انا عايزة يكون ليا بيت خاص اخد راحتي فيه. خلاص انا معاكي في اللي تشوفيه، بس انتي هتلاقي فين شغل؟ البلد دي غريبة وانتي ما تعرفيش حد فيها ولا حد ممكن يساعدك. وفي الوقت ده طلعت خالتها من المطبخ وسمعت كلامهم، راحت لعندهم وهي بتقول كلام ايه اللي بتقوليه دي يا خيدي؟ ازاي يعني عايزة تسيبيني وتمشي؟ هو اني قصرت معاكي ولا زعلتك في حاجة؟ لا يا اختي انتي ما قصرتيش معايا في حاجة، بس عايزة تاخد راحتها، وهي بصراحة مكسوفة ان هي تقعد هنا مع خالد تحت سقف واحد وهو شاب برضه. بصت لها خالتها وقالت بقى كده يا أسماء، ما تخجلي من خالد يا بنتي، ده كيف أخوكي، إزاي يعني تخجلي منه؟ أنا آسفة يا خالته، بس مهما قلتي أنا مش هغير قراري علشان أنا حاسة نفسي غريبة، فأحسن حاجة إن أجمع وآخد بيت
وانتقل فيها انا وماما في اقرب وقت. بمناسبة الكلام، ممكن تساعديني عشان الاقي شغل، عشان الدخل بتاعه يعني يساعدني في الدراسة؟ ايوه، في شغلانة، بس اخاف اقولك عليها تفهميني غلط. ليه هفهمك غلط؟ هي حاجة حرام ولا ايه؟ لا كفل الشر، هو شغل ببيت العمدة. طالبين واحدة تاخد بالها من عيلة صغيرة عنديها 7 سنين، أمها سابتها وطفشت، فاني خفت أقولك تفهميني غلط وما ترضيش تشتغلي الشغلانة دي، إكمنك يعني متعلمة. هي فعلا الشغلانة مش مناسبة ليه، بس هي أحسن من غيرها بكتير. علشان كده أنا عايزاكي تاخديني على سراية العمدة ده عشان أشوفه واتفق معاه على الشغل. تمام، يلا قومي معايا علشان نلحق العمدة قبل ما يطلع، لأني عارفة إن هو دايما مشغول. قامت أسماء معاها وهي حاسة بالتوتر والقلق، بس هي مش في إيديها حاجة، لازم تشتغل علشان ما تبقاش عالة على حد. وبعد وقت وصلوا السرايا ودخلوا، وهي وقفت تبص على السرايا وكانت منبهرة جدا على الذوق العالي اللي فيها. وأثناء ما هي واقفة سمعت صوت من وراها وهو بيقول: انت مين؟ وازاي دخلت السرايا هني؟ لفت أسماء لقته شاب وسيم بعيون ساحرة. فضلت ثواني مركزة في ملامحه، بس هو وقف مصدوم لما شافها، واتذكر إن هي نفس البنت اللي شافها ليلة امبارح واللي كان بيفكر فيها من ساعة ما شافها. انت بتبصي لي كده ليه؟ وبتعملي ايه هنا؟ ما قلتليش انت جاية مع مين؟ ارتبكت أسماء منه وقالت: أنا جاية مع خالتي علشان أشتغل في السرايا هنا، مربية البنت حضرتك. بص لها عماد وقال: ايوه بقى، انت اللي الخالة فاطمة جايباها عشان تشتغل عندينا. طب انت تعرفي تهتمي بالأطفال ولا جاية تجربي؟ قولي بصراحة عشان الموضوع دي هيفرق معايا. بصت له أسماء بغيظ وردت بلسانها الطويل: حيلك عليا شوية، انت نازل أسئلة كأني مقدمة في كلية الشرطة. أنا طالبة في كلية تربية، يعني بعرف ازاي اهتم بالأطفال، وغير كده أنا كنت شغالة في حضانة في القاهرة. بص لها عماد وقال لها: أني هخليكي تشتغلي فترة تحت الاختبار، ولو قدرتي تتأقلمي مع بنتي وتخليها تتعلق بيكي أشغلك هنا، عشان بنتي طبعا، ولأن هي طبعها واعر ومش أي حد بتتقبله في حياتها. ابتسمت أسماء بثقة وقالت: ما تخافش على بنتك، دي في ايد امينه، انا هخليها تحبني وتتعلق بيا جدا. اصل كل اللي يشوفني بخش في قلبه على طول، حاجه الهيه كده بتخلي الناس تحبني. بص لها بسخريه ومردش عليها وسابها ومشي، وهي وقفت تبص له بغضب ودبدبت برجليها في الارض وهي بتقول: يا باي منك ومن عجرفتك وغرورك. ايه يا شيخ؟ الهي وانت ماشي تتزحلق على الارض وتقع تتقصف رقبتك عشان الناس كلها ترتاح منك. خلصت كلامها مع نفسها وراحت علشان تشوف البنت، وأول ما دخلت أوضة البنت لقتها قاعدة على السرير وعمالة تزعق في كل اللي حواليها. وقفت ثواني بعيدة عنها وهي بتبص عليها وبتقول لنفسها: البنت طالعة شبه أبوها، دماغها ناشفة ومغرورة، بس على مين؟ والله لربيها وأعلمها الأدب. راحت لعندها وهي رسمة ابتسامة جميلة على وشها وقالت: اهدي يا قلبي، قوليلي مين اللي مزعلك ومخليكي متعصبة للدرجة دي؟ بصت لها البنت الصغيرة بسخرية وقالت: انت مين علشان اقولك على حاجة تخصني؟ وبعدين مين سمحلك تخشي اوضتي هنا؟ عضت اسماء على شفايفها بغيظ وقالت وهي بتتحكم في نفسها: انا يا حبيبتي المربية الجديدة اللي بابا اتفق معايا علشان اهتم بيكي. وقفت البنت على حيلها وربعت ايديها وبدأت تبص على اسماء من فوق لتحت وقالت بتقييم: شكلك مش بطال وصوتك برضك حلو، تليجي تبقي الدادة بتاعت بنت العمدة. بصت لها اسماء برفعت حاجب وهي بتقول: افهم من كلامك اني عاجباكي وان انت موافقه ان انا اكون الداده بتاعتك. يو، انت هتتعبيني معاكي ولا ايه؟ اني قلتلك شكلك مش بطال، يبقى لازم تفهمي، ولا انت مخك مقفل كيف البهايم؟ قبضت اسماء على ايديها بعصبيه وبصت لها بغضب مكتوم وقالت بلطف مزيف: انا اسفه يا ستي، من هنا ورايح هفهم بسرعه. صحيح قوليلي الحلوه اسمها ايه؟ الطفله بغرور: اسمي خديجه. هو انت ما سمعتيش عني ولا ايه؟ لا ما سمعتش، اصلي لسه واصله البلد ومعرفش اي حاجه عن اهل البلد خالص. يعني انت كنت قاعده في القاهره، البلد اللي بنشوفوها في التلفزيون؟ طب صح والنبي قوليلي هي عامله كيف؟ والناس اللي فيها بياكلوا زينا وبيتكلموا زينا ولا عيشتهم غير عيشتنا؟ والنبي احكيلي كل التفاصيل. هحكيلك على كل حاجه انت عايزاها، بس يلا دلوقتي تعالي عشان نشوف الواجب بتاعك وتخلصيه الاول، وبعدها نقعد على رواق انا وانتي واحكي لك على كل اللي انتي عاوزاه. بصت لها خديجه بغضب وقعدت تدبدب في الارض وهي بتقول: لا، اني مش هكتب الواجب، اني عايزه اسمع كل حاجه دلوقتي ومش هستنى لما اخلص الواجب، اني قلت كلمتي وخلاص. بصت لها اسماء بحده وقالت: وانا قلت لما تخلصي واجبك، ولو ما سمعتيش الكلام هقول للعمده
وهو يتصرف معاكي. انكمش وش خديجة وقالت خلاص ما تقوليش لابوي، أني هسمع الكلام، بس دي مش معناته ان انت مش هتحكيلي زي ما وعدتيني. انا قلت ان انا هحكيلك، يعني هحكيلك، انا عمري ما برجع في كلامي. يلا انت بقى زي الشاطرة خلصي كل اللي وراكي وبعديها انا هعملك كل اللي انت عاوزاه. فرحت الطفلة وحضنت أسماء بحب، اللي هي كمان بدلتها نفس المشاعر. وبعد شوية وقت خلصت خديجة واجبها وقعدت هي وأسماء على السرير، وبدأت أسماء تحكي لها عن مغامراتها في القاهرة. وخديجة كانت منبهرة جدا من اللي بتسمعه، كانت بتسمع باهتمام. وبعد وقت طويل كانت قاعدة أسماء مع خديجة لحد ما راحوا هما الاتنين وغلبوا من النوم. وبعد وقت رجع عماد من الشغل، قعد مع أبوه هما بيتعشوا، فسأل عماد الخدامة عن خديجة: هي خديجة اتعشت ولا لا يا سميحة؟ أصلي ما شايفهاش قاعدة، هي نامت ولا إيه؟ أيوة، هي خلصت واجبها مع المربية الجديدة وقاعدة هي في أوضتها لحد دلوقتي ما نزلوش. وقف عماد واتحرك ناحية أوضة بنته عشان يطمن عليها، وأول ما دخل شافها نايمة وهي حاضنة أسماء. كان منظرهم زي الأم وبنتها. فضل شوية واقف يتأملهم وراح ناحية أسماء اللي نايمة بعمق ولاحظ إن هي مش متغطية كويس، فراح شد الغطا عليها. في الوقت ده حست بيه، قامت وهي مخضوضة وقالت: أنت بتعمل إيه هنا؟ وإزاي تدخل عليا وأنا نايمة؟ بصلها عماد برفعة حاجة وقال: أني خش في المكان اللي يعجبني، وبعدين أنا جاية أطمن على بنتي. انت اللي غلطانة ان انت نمتي وما حسيتيش براحتك، وجاية بكل عين بشحة تيجي اللي أدبك علي. ايه البجاحة دي يا ربي؟ احمر وشها وقالت بخجل: انا مش هرد عليك علشان انا فعلا غلطانة اني نمت وما حسيتش بنفسي، انا دلوقتي لازم امشي. وقفت علشان تمشي بس افتكرت ان الساعة دلوقتي اكتر من 5 وانها اكيد لو طلعت دلوقتي مش هيحصل لها كويس والخط هيخطفها تاني. عشان كده رجعت وقفت قدامه وهي بتقول: انا كنت عايزة اطلب منك طلب، ممكن ابيت هنا؟ اصل الوقت اتأخر وانت عارف موضوع الخط والكلام ده. رد عليها عماد وهو بيقول: واني كمان كنت لسه اقول لك الكلام ده، عشان اني عارف زين ان الحظر للبنت وانت ما ينفعش تخرجي بعد الساعة 5، فعشان كده انت تقدري تنامي مع خديجة في الأوضة. وغير كده اني برضك كنت هفتحك انك تجيب امك وتقعدوا حدانا تقدري تنتبهي لخديجة زين. انت ايه رأيك في الكلام اللي بقوله ده؟ انا ما اقدرش ارفض طلبك علشان انا ممكن اتحط في الموقف اللي فيه ده تاني، فعشان كده انا مضطرة اني اوافق. وبكرة الصبح هجيب ماما عشان تعيش معايا هنا. بس في حاجة لازم اقولها لك، بما انك هتعيشي معانا في الدوار، اني ما بحبش اي حد يعلي حسه، وتاني حاجة ما بحبش المناهدة كتير وبتعصب بسرعة. فباختصارك دي اي حاجة اقولك عليها هتنفذيها من غير نقاش، فاهمة؟ يلا اني هسيبك دلوقتي، ارتاحي، تصبح على خير. خلص كلامه وسابها ومشي، وهي وقفت تبص على قصره باستغراب وقالت: شكلها هتبقى أيام طين مع الإنسان ده، يا رب اديني الصبر عشان ما انفجرش فيه. خلصت كلامها وراحت نامت جنب خديجة. وتاني يوم الصبح صحيت أسماء بدري وجهزت خديجة عشان تروح المدرسة، وهي كمان جهزت علشان تروح الكلية. كان أول يوم ليها ونزلت معاها ولقيت عماد قاعد هو وأبوه هما بيشربوا القهوة. قربت منهم وقالت: صباح الخير عليكم، أنا جهزت خديجة علشان تروح المدرسة بتاعتها، وأنا كمان هروح الكلية بتاعتي وهخلص المحاضرات وهرجع على طول. خلصت كلامها ولسه هتطلع بس وقفها صوت عماد وهو بيقول: استني هنا، أني هاخدك معايا في الطريق، أني هودي خديجة مدرستها وهوديك الجامعة بتاعتك، يلا تعالي. كانت لسه رايحة تعترض بس هو بصلها البصة بتاعته اللي خرستها خالص ومشيت معاه وهي حاسة بالغيظ. وبعد مدة وقف عماد العربية قدام الجامعة وقال: أدينا وصلنا، انزل يلا، حاولي تخلصي بسرعة علشان ترجعي قبل ما خديجة ترجع من المدرسة. ردت عليه أسماء وهي بتنزل: ما تخافش، أنا هخلص وارجع على طول، وأنا عارفة اللي عليا، مش محتاجة حد يقولي أعمل إيه. خلصت كلامها ومشيت من قدامه. فضل هو قاعد في العربية يبص لأثرها بضيق وقال لنفسه: والله البت دي مش ناوية تجيبها البر، أني لازم أوريها الوش التاني عشان تلم نفسها. خلص كلام مع نفسه وطلع بالعربية. وجوه في الكلية كانت قاعدة في ركن بعيد عن الطلبة، وفجأة وهي قاعدة جت بنت عليها وهي بتقول: انتي قاعدة لوحدك كده ليه؟ هو في حد مزعلك ولا ايه؟ انتي شكلك جديدة وما تعرفيش حد هنا. صح، ايوه، انا فعلا النهاردة اول يوم ليه ومعرفش حد هنا عشان كده قاعدة لوحدي. طيب أنا عايزة أتعرف عليك ونبقى صحاب، أصلا كمان معرفش حد هنا في الكلية.
وكل اللي هنا ما بيتجونيش وبيقولوا عليا كلام عفش اكمني سمرة وكلام من النوع ده. بصت لها أسماء بطيبة وقالت أنا بتشرف إن انتي تبقي صاحبتي، وبعدين الشكل عمره ما كان مقياس للشخصية. في ناس كتير شكلهم حلو بس من جواهم كلهم خبث، علشان كده أنا آخر حاجة بتهمني هي المظاهر. طيب يا ستي أنا هعرفك على نفسي، أنا اسمي ريماس، ساكنة في آخر البلد. وانتي اسمك ايه؟ أنا اسمي أسماء، جاية من القاهرة، وحصل معايا شوية ظروف أنا وماما خلتنا نيجي نعيش هنا، وبرضه نفس الظروف خلتني أشتغل علشان أصرف على نفسي. ربنا يعينك يا حبيبتي، بجد انت صعبتي عليا جوي. صحيح، قولي لي انت شغالة فين؟ أنا شغالة في سرايا العمدة، بهتم ببنته. خالتي هي اللي جابت لي الشغلانة دي، وامبارح كان أول يوم ليا. ريماس بخوف، انت فعلا شغالة في سراية العمدة؟ طب يعني انت شفتي العمدة؟ قوليلي هو شكله عامل كيف؟ أصلي بصراحة بسمع عنه كلام كتير وعمري في حياتي ما شفته. بصت لها أسماء برافعة حاجب وقالت أيوة أنا شفت العمدة، هو شكله عادي زي أي شخص. أنا ملاحظاكي إن انتي متوترة وخايفة قوي، كأني بتكلم على بعبع. انتي قلتي فيها اللي بتتكلمي عليه ده أمر من البعبع كمان. أهل البلد كلهم شاكين إن هو هيطلع الخط اللي بيظهر في الليل، وعلشان كده أني بقولك أني عمري ما شفته، لأني بخاف منيه وبخاف أجرب نواحي السرايا من اللي بسمعه عنه. لا، مستحيل يكون هو نفس الشخص، أنا متأكدة من كده. أنا مش لازم أحط الأفكار دي في دماغي عشان ما أخافش أكتر وما اضطرش أسيب الشغل. وبعد وقت رجع عماد على البيت وسأل الخدامة على أسماء وخديجة وإذا كانت أسماء رجعت ولا لأ. لا، ما جاتش حضرة العمدة، خديجة هانم بس هي اللي جت، واني حطيت لها الوكل وهي طلعت على أوضتها. اتعصب عماد ولسه هيطلع علشان يروح يجيبها من الكلية، لقاها جاية ناحيته. وقفت قدامه وشافت ملامح الغضب على وشه والشر كان طالع من عينيه. بلعت رئة بتوتر وهي بتقول أنا أسفة والله، بس كان عندي محاضرات كتير قوي وما قدرتش أخلص بدري، بس أنا بوعدك إني مش هيتكرر تاني. المرة دي أنا هفوتها بمزاجي عشان دي أول غلطة ليكي، بس لو اتكررت ما تلوميش غير نفسك. خلص كلامه ومشي من قدامها بغضب. اتنهدت براحة وحطت ايديها على قلبها وقالت الحمد لله ما عمليش حاجة، أنا كنت خايفة قوي. خلصت كلامها مع نفسها وراحت علشان تطمن على البنت. دخلت أوضتها لقتها قاعدة على السرير وهي باين عليها الزعل. راحت ناحيتها وهي بتقول في ايه يا خديجة؟ مالك؟ لو يا بوزك شبرين ليه؟ ايه اللي حصل؟ خديجة بزعل انتي اتأخرتي جوي يا أسماء، واني بقالي قاعدة فترة مستنياكي، وكل لما أسأل عليكي يقولوا لي لسه ما جاتش. ابتسمت لها أسماء وقالت أنا أسفة يا قلبي، بس والله كان غصب عني، كان عندي شوية محاضرات لازم أخلصها، بس خلاص أنا خلصت، وبكرة مفيش كلية علشان ما ورايش أي حاجة ولا محاضرات. هقعد معاكي النهاردة وأفضل أحكي لك كل الحكايات اللي انتي بتحبيها. مبسوطة يا ستي؟ اتنططت خديجة وفرحت وقالت أحلى حاجة عملها أبوي في الدنيا إني شغلك عندنا يا أسماء. أني في الأول ما كنتش طايقاكي، كنت ناوية أطفشك زي باقي المربيات، بس بعد ما قعدت معاكي حبيت الجوي يا حبيبة قلبي من جوه. ومن هنا ورايح عايزاكي تسمعي الكلام عشان محدش يقول عليكي كلام وحش. هزت البنت الصغيرة راسها وراحت حضنت أسماء. في الوقت ده دخل عليهم عماد وشاف المنظر ده، نده على البنت بصوت عالي وهو بيقول خديجة انت بتعملي ايه؟ وازاي تحضنيها بالطريقة دي؟ انت نسيت انت مين وهي مين، وان هي شغالة عنديكي. بصت له خديجة بدموع وقالت أني آسفة يا أبوي، بس أني بحب أسماء عشان كده حضنتها، ولو أعرف إن التصرف اللي عملته ده هيضايقك ما كنتش عملته، سامحني يا أبوي. حصل خير، أني مش عاجبك على اللي انت عملتيه دي، بس مش عايزه يتكرر تاني، فاهمة ولا لا؟ يلا انزلي، جدك عايزك تحت. نفست البنت اللي بيقوله ونزلت، وهو راح وقف قدام أسماء اللي كان باين عليها الضيق جدا وقال انت ازاي تحضني بنتي؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ انت لازم تلزمي حدودك وما تجربيش منيها زيادة عن اللزوم. بصت له أسماء بسخرية وردت عليه بلسانها الطويل انت فاكر نفسك مين عشان تكلمني بالطريقة دي؟ وبعدين يا حبيبي احنا كلنا بشر، يعني ما يفرقش الغني عن الفقير، انت مكبر الموضوع قوي، دي طفلة ما تعرفش اي حاجة وانت بتقسى عليها زيادة عن اللزوم. اخرسي خالص،
أني قلت لك قبل سابق ما بحبش حد يناهد معايا في الحديد، وانت بكلامك دي اتخطيتي كل الحدود الحمراء ولازم تتعاقبي. أنا ما عملتش حاجة خاف منها، ولو عايز تعاقبني أنا ما عنديش مانع، بس لازم تعرف إن آخرة جبروتك دي وحشة، وإن كل ظالم ليه نهاية، وإنت نهايتك قربت. سكت فجأة لما شد شعرها بعنف وبص في عينيها وهو بيقول: أني قلت لك ما بحبش المناهدة، وانت مصرة تطلعي الوحش اللي جواي، فانت لازم تتحملي نتيجة أعمالك. خلص كلامه وهو بيشدها من شعرها وبيرميها في أوضة ضلمة. كانت واقفة مش مستوعبة اللي عمله، وفضلت تنادي عليه علشان ما يسيبهاش في الأوضة لوحدها، بس هو ما اهتمش بالندى ومشي وقفل عليها من بره. قعدت أسماء تبكي وهي حاسة بالخوف من المكان، خصوصا إن هي عندها رهبة من الأماكن المقفولة. قعدت على حيلها وهي بتحاول تاخد نفسها بالعافية بس من غير فايدة، وفجأة حست إن روحها هتطلع، وما حستش بنفسها غير وهي مش قادرة تاخد نفسها. بدأت عينيها تقفل وأغمى عليها، وفي الوقت ده طلع عماد وشاف خديجة واقفة وهي جسمها بيترعش. راح لعندها وقال بقلق: مالك في ايه؟ شكلك بيترعش كده ليه؟ انت تعبانة؟ أوديكي عند الحكيم؟ انت عملت ايه في أسماء؟ هي ما عملتش حاجة يا بو، أني اللي جربت مني وهي ما حبتش تكسفني. انت مش لازم تعاقبها، عاقبني أني اللي استحق العقاب، وحياة أغلى حاجة عندك يا بو طلعها من الأوضة الضلمة. بصلها عماد باستغراب وقال: ايه الحنية اللي طبت عليكي فجأة دي؟ مش بعوايدك يعني تدافع عن حد، وخصوصا المربيات، انت دايما كنت بتحرضيني عليهم. ايه اللي جد دلوك؟ اللي جد يا بوي إن أسماء دي غير الكل. أني حسيت معاها بإحساس أني كان نفسي فيه من سنين. حسيت إنها أم اللي اتحرمت منيها وأنا طفل، عشان دي أني بدافع عني وعايزاك تهملها. بص عماد لبنته بشفقة وقال: خلاص، أنا هروح أطلعها من الأوضة عشان خاطرك، انت عارفة غلاوتك عندي وإني ما بقدرش أرفض لك طلب. سابها ودخل علشان يفتح لها ويطلع أسماء، وأول ما دخل اتفاجئ بيها إنها فاقدة الوعي. راح لعندها وشالها بين إيديه وهو بيقول: أسماء، فوقي، ايه اللي حصل؟ خلص كلامه وطلع بيها على الأوضة وبدأ يفوقها. وبعد مدة بدأت تفتح عينيها ببطء، لقته قاعد قدامها. اتخضت وقالت: ايه اللي جابني هنا؟ ايه دي؟ أني رحت فتحت لك علشان أطلعك، ولقيتك واجعة ومغمى عليكي، فجبت جهنيه وفوقتك. أسماء بصت له بصة طويلة وقالت بصوت واطي: أنا عايزة أمشي من هنا، لو سمحت ممكن تقبل استقالتي؟ أنا بعد اللي حصل ده مش هقعد هنا دقيقة واحدة. كان لسه هيرد عليها بس سبقته خديجة اللي بتقول: انتي عايزة تمشي وتسيبيني يا أسماء بعد ما اتعلقت بيكي؟ عايزة تهمليني زي ما أمي هملتني؟ اتأثرت أسماء من كلامها وبصت لها بحنية وقالت: أنا هفضل في السرايا دي علشان خاطرك انتي وبس، مش عشان حد تاني. خلصت كلامها وهي بتبص لعماد بتحدي. وبمرور الوقت كانت أسماء نايمة هي وخديجة، بس فجأة حست إن هي عطشانة. قامت علشان تشرب وطلعت بره في السرايا، بس وقفت مصدومة لما شافت الخط داخل السرايا. ارتبكت وبدأت تمشي وراه، وفجأة شهقت بصدمة لما شافت الخط واقف قدام أوضة عماد. وصدمتها كانت أكبر لما شافت عماد بيخلع الوشاح من على وشه وإن هو نفسه الخط. وفي اللحظة دي رجعت لورا واتخبطت في الفازة فاتكسرت، وانتبه عماد للصوت. طلع لقاها واقفة مكانها مصدومة وخايفة. راح لعندها وهو بيقول: انت بتعملي ايه هنا في الوقت المتأخر ده؟ انت مش خايفة على نفسك ولا ايه؟ سكتت شوية مش عارفة ترد. انت طلعت الخط، انا مش مصدقة اللي انا شايفاه. خدت ايه وكلام فاضي ايه؟ انت واعية للي بتقوليه؟ انت شكلك كنت نايمة وبتحلمي والحلم أثر عليك، مش كده؟ ما تحاولش تنكر، انا شفتك من شوية وانت جاي من بره ودخلت الأوضة وشلت الشال من على وشك. انا شفت كل حاجة، ما تنكرش، لاني مهما قلت مش هصدقك. واني مش هنكر، اني فعلا الخط اللي الناس بتخاف مني. انت كمان خافي مني، وحسك عينك حد يعرف حاجة عن الموضوع ده. انت واعي للي بتقوله؟ الناس كلها عارفة ان انت الخط، بس مفيش حد مهتم، لان هم عاملين اللي عليهم وماشيين على التعليمات عشان خايفين منك. ما هو ده المطلوب، لازم الكل يخاف مني وانت أولهم، عشان لو ما خفتيش مني أني هخوفك بطريقتي، وبطريقة ما تخطرش على وبطريقة ما تخطرش على بالك ولا على بال البشر. خافت أسماء من تهديده ليها وقالت: وعلى ايه؟
أنا من اليوم ده مش هحتك بيك خالص أصلا، ولا هاجي جنبك. وحاجة تاني، أنا اللي شفته من شوية مش هقول عليه لحد. أنا مش مهتمة أصلا. خلصت كلامها وهي بتمشي من قدامه، وهو فضل يبص عليها بتوعد. وتاني يوم الصبح جه خالد ابن خالتها وخالتها علشان يزوروهم، وأول ما قعدوا في الصالون اتكلم خالد وقال: أنا مش مرتاح في قعدتك هنا، وخصوصا إني بكره العمدة قوي. عشان كده أنا جاي النهاردة علشان أخدك معايا على البيت، وما تخافيش مني، لأني مش ناوي أخدك بصفتك بنت عمي. أنا عايز أرتبط بيك يا أسماء، إيه رأيك؟ اتصدمت أسماء منه وفتحت بقها وهي مش مستوعبة أي حاجة، بس قطع صدمتها صوت أمها وهي بتقول: هي هتلاقي عريس زيك يا قلب خالتك؟ انت شاب كامل مكمل، وبنتي محظوظة ان هي هترتبط بيك. بصت لها أسماء وقالت: انت بتقولي ايه يا ماما؟ انا مش هفكر في موضوع الارتباط ده دلوقتي خالص. وغير كده انا مش شايفة خالد غير اخ، ومستحيل افكر فيه غير كده. خلصت كلامها ولسه رايحة تقوم، بس صوت خالد وقفها وهو بيقول: اديني فرصة أغير مشاعرك ناحيتي يا أسماء. أنا بحبك قوي، وعايز منك فرصة واحدة بس، وشوف أنا هعمل فيها إيه. لسه كانت هترفض، بس لما شافت عماد نازل من على السلم ردت عليه وهي بتقول: خلاص أنا موافقة إن أديك فرصة، علشان كده إحنا لازم نعمل خطوبة، وبعد فترة نبقى نعمل الفرح لو لقيت قلبي ارتاح لك. خالد بفرحة: بجد انت ما تتصوريش انت فرحتيني قد ايه. اني هعمل كل حاجة علشان تحبيني. في الوقت ده نزل عماد وسمع كل حاجة وحس بالغيرة كانت بتاكل في قلبه، وراح ناحيتهم وبيقول: انتم بتعملوا ايه هنا؟ وازاي تيجوا تزوروها من غير ما تاخدوا ميعاد؟ هي وكالة من غير بواب. رد عليه خالد وهو بيقول: احنا اسفين يا حضرة العمدة، بس بنت خالتي وخطيبتي كانت وحشانة قوي، علشان كده جينا نزورها. وقف مش مستوعب اللي هو بيسمعه، وبص لها بطرف عينه لقاها بتبص له بتحدي، ورجع بص لخالد وقال: انت بتقول ايه؟ ازاي يعني خطيبتك؟ اني لما سألتها قبل ما تشتغل عندي قالت ان هي مش مرتبطة بحد. ازاي انت دلوقتي بتقول انها خطيبتك؟ ردت عليه أسماء وهي بتقول: أظن الحكاية دي ما تخصكش يا عمدة، وبعدين علشان ترتاح احنا لسه متكلمين في موضوع الخطوبة من شوية، عشان ما تفتكرش اني خبيت عليك قبل كده. بصلها بغضب ومردش عليها وسابها ومشي. وقفت هي تبص لأسرة باستغراب، وقالت لنفسها: ماله ده؟ هو في حد داسله على طرف ولا عمل له حاجة؟ بس هقول ايه، هو شكله مجنون وهيجنني معاه. بعد مرور أسبوع على اليوم ده كان عماد في البيت بيتجنبها خالص، وهي كانت مستغربة تصرفاته الغريبة، لحد ما جه يوم وراحت عنده وقالت: انت بتتصرف معايا بغرابة ليه؟ هو انا عملت حاجة زعلتك مني عشان تتجاهلني بالطريقة دي؟ بص لها عماد برافعة حاجب وقال: انت مستنية اعملك كيف؟ اني بيني وبينك ايه؟ بتقولي متجاهلني؟ انت مجرد واحدة شغالة عندي في السرايا، عايزة انا اعملك كيف؟ بصت له باستغراب وعضت على شفايفها بارتباك: انا فعلا شغالة عندك، بس انت كنت بتتكلم معايا عادي وتعاملني عادي، بس من ساعة ما قلت لك اني اتخطبت وانت بقيت تتجنبني ومبقيتش تتكلم معايا زي الأول. علشان كده بسألك، أنا عملت حاجة تزعلك مني؟ أنا مش بتجنبك ولا حاجة، بس أني حطيت حدود ما بيننا، عشان انت خلاص بقيتي واحدة مخطوبة، ولازم تلتزمي بالدبلة اللي انت لابساها دي. أنا مش فاهمة أنت بتتكلم بالألغاز ليه، وإيه دخل الدبلة اللي في إيدي بكلامي معاك؟ أنا بصراحة مش عارفة أنت بتفكر إزاي. انت عايزة تعرفي ايه دخل الدبلة اللي في يدك بكلامي؟ انت يا أنسة دلوقتي بقيتي واحدة مرتبطة بشخص، ولازم تلتزمي بالارتباط ده، وما تتكلميش مع أي راجل تاني. كانت لسه هترد عليه، بس سمعت دوشة تحت وصوت عالي، فقالت: مين اللي عامل دوشة تحت كده؟ تعالي ننزل نشوف في إيه. وفعلا نزل معاها، واتفاجئ لما لقى مراته واقفة تزعق مع أبوه: انت كيف عايزني ما اشوفش بنتي؟ انت اتجننت يا راجل انت. نزل عماد وشاف المنظر، وشاف نورسين وهي بتزعق لابوه بتبهدله، فراح لعندها وشدها من دراعها بعنف وقال: انت بتعملي ايه هنا هي وليا خرفانة انت؟ وبنت ايه اللي عايزة تشوفيها؟ انت سبتيها من زمان، جاية تسألي عليها دلوك بعد ما رميتيها؟ سيبني يا عماد، انا عايزه اشوف بنتي وانت مش هتقدر تمنعني. مش كفايه حرمتني منيها السنين اللي فاتت كلها وخدتها مني بالعافيه، عايز تحرمني ان انا اشوفها طول عمري؟ بص لها عماد بسخريه وقال: لا والله، انت هتعملي شويتين الفاضيين دول علي؟
أني بطلت أتخدع فيك يا نورسين. عشان كده خدي بعضك وامشي من هنا أحسن لك، قبل ما أطلع كل غضبي عليكي. وانت عارفة أني ما بتكلمش كلام وخلاص، فعشان كده اختصري الموضوع وامشي. بصت له نورسين بتحدي وقالت: بقى كده أني هوريك أنا هعمل إيه. خلصت كلامها ومشيت بعصبية. أما هو فراح ناحية أبوه علشان يطمن عليه، وهو بيقول: انت كويس يا بوي؟ الولية دي ازاي جالها الجراءة تهوب ناحية السرايا بعد اللي عملته؟ هي اتخبلت ولا ايه؟ مش مهم يا ولدي، المهم دلوقتي ان انت لازم تتجوز وتجيب ام الخديجة بنتك عشان تاخد بالها من الولية دي. ولو رجعت تاني ما تقدرش تأثر على بنتك بعواطفها، فأسلم حل ان انت تجيب لها ام. جواز ايه بس يا بوي وكلام فاضي؟ ايه اللي بتقوله دي؟ أنا مستحيل اتجوز تاني، وهي مين اللي هترضى تتجوزني وانا عندي بنت؟ وغير كده أني ليا مواصفات في اللي عايزة أتجوزها برضك. بص الأب الأسماء اللي واقفة مش مستوعبة، فراح لحد عندها وهو بيقول: انتي موافقة يا بنتي تتجوزي عماد وتبقي أم الخديجة؟ أسماء بصت له وقالت: أنت بتقول إيه يا حاج؟ أنا مستحيل أوافق على الكلام ده. أنا مخطوبة لابن خالتي وكلها كام أسبوع وهنتجوز. إزاي عاوزنا نتجوز ابنك؟ خلاص يا بوي سيبها، هي حرة. أني هتصرف ومش هخلي الولية اللي اسمها نورسين دي تاخد بنتي مني. خلص كلامه وطلع من السرايا وكان حاسس بالضيق. وبالليل رجع عماد على السرايا وهو متطوح وسكران وما كانش في وعيه باللي بيعمله. وفجأة شاف أسماء طالعة من المطبخ، فراح لعندها ولزقها في الحيطة وهي بتحاول تبعده عنها وتقول: ما يصحش اللي انت بتعمله ده يا عماد. ابعد عني لو سمحت وسيبني أمشي. عماد من غير وعي: أني مش هسيبك تمشي غير بعد ما أقول كل اللي أني عايزة أقوله. أني بحبك، إيوة بحبك، من أول يوم جيتي فيه البلد ومشيتي في الليل وشفتك وانتي دخلتي قلبي. بس أني كنت بكذب نفسي عشان خايف أقع في الفخ اللي وقعت فيه زمان. فخ ايه؟ ايه اللي انت بتقول عليه ده؟ احكيلي، انت قصدك ايه من الحاج؟ احكيلي، انت قصدك ايه من الكلام ده؟ وانت لو بتحبني ليه كنت بتعاملني المعاملة القاسية دي؟ أني أحكي لك كل حاجة، وإيه اللي خلاني أكون الخط اللي حاطط حظر على الكل. أني كنت شاب زي أي شاب، أني كنت شاب زي أي شاب. اتجريت ورا مشاعري وحبيت بنت واتجوزتها. وبعد فترة من جوازنا ربنا كرمني منيها بخديجة. وبعد ما خلفتها بدأت معاملتها تتغير معاي. على طول كانت سايبة البت وقاعدة على التلفون، وفي يوم دخلت عشان تستحمى وسابت التليفون مفتوح. وأني مسكته وشفت بعيني رسايل من شاب بيقول لها فيها إنه هو عاوز يشوفها بالليل بعد ما الكل ينام. فاني اتجننت واني بسمع كلام الشاب دي. ولما خرجت من الحمام واجهتها وهي ارتبكت وما عرفتش ترد علي ولا تقول لي ايه. واني قلت لها ان احنا لازم نتطلق وانني هاخد البت تقعد معاي. بس هي رفضت وقالت لي لو عايز البت يبقى لازم اديها مبلغ. واني فعلا عطيتها المبلغ اللي طلبته. ومن ساعتها واني ما بقيتش اثق في اي ست، وبقيت الخط اللي عامل حظر لكل الستات. بس لما شفتك قلبي دق من تاني وما قدرتش أسيطر على مشاعري. بس كنت خايف من مشاعري دي فبدأت أبعد عنيكي، وخصوصا بعد ما عرفت إن انتي اتخطبتي لغيري. كنت حاسس بنار بتاكل في قلبي، بس ما كانش في يدي حاجة أعملها غير إن راقبك من بعيد. بصيت له بشفقة وهي بتمسك وشه بإيديها وقالت: وأنا كمان بحبك، بس كنت بكدب نفسي وأقول إن أنت مستحيل تبصلي. بس الظاهر إن أنا كنت غلطانة، وعشان كده أنا موافقة إن أتجوزك وأكمل حياتي معاك وأحاول أنسيك جرح الماضي الأليم. ابتسم لها عماد وحضنها وهو بيقول: أني أسعد واحد في الدنيا كلها عشان انتي هتخشي حياتي. وبعد مرور 3 أسابيع وفي أوضة جميلة كانت واقفة أسماء وهي لابسة فستانها الأبيض، وقدامها عماد اللي باصص لها بكل حب وشدها من وسطها وهو بيقول: ليلتنا حلوة يا قلبي، الليلة هتبقى ليا وهحط بصمتي عليكي. احمر وشها بخجل، بس هو كان ماسكها بقوة وشالها وراح بيها على السرير عشان يبدأوا حياتهم سوا. وبعد سنة كانت أسماء بتولد في أوضة العمليات، وفجأة طلع الدكتور وطمنهم على حالتها. ودخل عماد عشان يطمن على حبيبته، ولسه رايح يدخل بس لقى واحدة من الممرضين جاية وهي بتقوله: الحاجنا يا عماد بيه، الطفل اللي ولدته أسماء
مش موجود في الحضانة. اتخض على ابنه وراح اتصل بالشرطة، وبدأت الشرطة تحقق في الموضوع. وبعد مدة وصلت الشرطة للي خطفه، واللي كان خالد اللي اتفق مع نورسين عشان يحرقوا قلب أسماء وعماد عليه. بس الشرطة كشفته واتقبض عليهم. عماد شال ابنه بين ايديه وراح بيه على المستشفى لحبيبته، واللي أول ما شافها لقاها قاعدة بتبكي وقلقانة. راح لحد عندها علشان يهديها ويطمنها واداها الولد. اهدي يا قلبي، ما حصلش حاجة، ابنك اهو، قدرت اجيبه ولقيته مع خالد ابن خالتي، وكان متفق مع نورسين وهم خلاص اتقبض عليهم. بصيت له أسماء بفرحة وقالت: ربنا يخليك ليا ويديمك في حياتي نعمة يا قلبي. أنا محظوظة إن دخل في حياتي خط الصعيد. ده خط الصعيد هو اللي محظوظ ان واحدة زيكي دخلت في حياته يا قلبي وعقلي وروحي من جوه. ولحد هنا بتكون خلصت قصتنا يا حبايبي. بتمنى تكون عجبتكم ونتقابل في حكاية جديدة. دمتم في حفظ الله.